تصريحات نائبة فرنسية تثير عاصفة في الجزائر بين الغضب الشعبي والملاحقة القضائية. أشعلت تصريحات النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي سارة كنافو فتيل أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا، فقد كشفت كنافو عبر منصة إكس عن مساعدات فرنسية سنوية ضخمة تقدم للجزائر، مما أثار موجة من التساؤلات والغضب في الشارع الجزائري. وفقا لما أوردته قناة الجزائر الدولية، قررت الحكومة الجزائرية رفع دعوى قضائية ضد كنافو بتهمة نشر أخبار كاذبة. وكانت النائبة الفرنسية قد ذكرت أن فرنسا تقدم مبلغ 848 مليون يورو سنوياً كمساعدات تنموية للجزائر بين عامي 2017 و2022. أثارت هذه التصريحات حفيظة الشعب الجزائري الذي تساءل عن مصير هذه الأموال وعدم انعكاسها على معيشتهم اليومية. كما طرحت كنافو تساؤلات حول استمرار الجزائر في تلقي هذه الأموال بينما ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين، واصفة إياهم بالقنابل المتحركة. في محاولة لامتصاص غضب الشارع، سارع النظام الجزائري إلى نفي الاتهامات، إلا أن تصريحات كنافو أعادت تسليط الضوء على قضية المساعدات الفرنسية وتبعاتها، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي والتساؤل عن وجهة تلك الأموال وكيفية استخدامها. رد على الدعوى القضائية التي رفعتها الجزائر، غردت كنافو مجددا قائلة: لدي حل بسيط، توقفوا عن أخذ هذه الأموال وسيتوقف الفرنسيون عن دفعها من جيوبهم. هذا التصريح اعتبر تحديا صريحا للجزائر، وزاد من حدة التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين البلدين. تبقى قضية المساعدات الفرنسية للجزائر وحقيقة استخدامها محل جدل وتساؤل لدى الجزائريين الذين يتطلعون لمعرفة مصير هذه الأموال وتأثيرها على حياتهم اليومية. فهل ستنجح الجزائر في تهدئة غضب الشارع وتوضيح الحقائق حول هذه المساعدات؟